تساؤلات وتكهنات كثيرة تم تداولها خلال الأيام الماضية عن سبب اختفاء رئيس النظام السوري بشار الأسد عن المشهد السياسي الملتهب هذه الفترة، باعتباره رجل التحدي والصمود الأول في العالم كما يصفه أنصاره. فأين هو بشار الأسد اليوم من الحرب في غزة؟ لماذا لم نشاهد له تصريحا حتى هذه اللحظة بخصوص ما يحدث؟ بالطبع لا أحد ينتظر منه أن يذهب بجيشه للمشاركة في الحرب الدائرة هناك، لأننا نعلم تماما أنه أجبن من ذلك، وأنه منشغل الآن بقصف أهلنا المدنيين العزل في قرى وبلدات الشمال السوري المحرر. ولكن على الأقل كان واجبا عليه الظهور وتوضيح موقفه مما يحدث، وبالتأكيد موقف إمعة مثله لن يقدم ولن يؤخر من الواقع شيء، ولكن هو الذي يعتبر نفسه داعما للقضية الفلسطينية وطالما خرج علينا بخطاباته الرنانة. فأين اختفى الآن في مثل هذه الأوقات المفصلية؟ ومن الغريب أيضا أن الحرب في غزة ليست الوحيدة التي لم يعلق عليها بشار الأسد، فمنذ أكثر من شهرين لم تتوقف الطائرات الإسرائيلية عن اغتصاب سيادة الأراضي السورية، فمن مطار حلب الدولي إلى مطار دمشق إلى معامل الدفاع في ريف حلب وغيرها، العشرات من المواقع الاستراتيجية كانت هدفا للضربات الإسرائيلية دون أي ردة فعل أو تعليق من بشار الأسد ونظامه. الأمر الذي أثار غيظ أنصاره، وبدأت مواقع التواصل تعج بالبوستات والتعليقات الغاضبة على الصمت المدقع الذي أصاب نظامهم، معتبرين أن سبب تجرؤ إسرائيل على قصف بلدهم سببه الجبن والخنوع اللذان تتمتع بهما قيادة نظامهم التي رضيت بالذل والهوان حتى أصبحت أرضهم مستباحة. وقد خرجت عدة أقاويل عن مكان اختفاء بشار الأسد، حيث أكدت بعض المصادر أنه مختبئ مع زوجته داخل قاعدة حميميم العسكرية خوفا من أن تطاله الطائرات الإسرائيلية، ومصادر أخرى تقول أنه هرب مع زوجته وأولاده إلى روسيا منذ بداية الحرب في غزة ليغيب عن الأنظار خشية أي تطورات غير متوقعة. وقد خرج منذ أيام المعارض فراس الأسد ابن عم بشار الأسد في فيديو مصور على يوتيوب يتحدى فيه بشار الأسد أن يخرج من مخبئه ويعلن عن موقفه مما يحدث في غزة، أو على الأقل يستغل الأوضاع الراهنة ويطلق معركة تحرير الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل. ولكن لا حياة لمن تنادي، ولا أحد يعلم ما سبب هذا الغياب الغريب لبشار الأسد. ولكننا في قناتكم ماكس تي في، ولأننا نعمل دائما من أجل أن نزودكم بآخر الأخبار والتطورات الجارية، فقد استطعنا من خلال مصادر خاصة مقربة من النظام السوري معرفة سبب غياب بشار الأسد عن الإعلام هذه الفترة وعدم تبنيه لأي مشهد سياسي على أرض الواقع. فقد أكد لنا مصدر مطلع أن بشار الأسد مصاب بمرض خطير جدا قد أجبره على الغياب عن الساحة السياسية هذه الفترة، وقد حاول الاستعانة بأشهر الأطباء حول العالم من أجل إيجاد علاج لحالته، ولكن دون أي جدوى. وأما عن نوع هذا المرض الذي أصاب الأسد فقد شخصه الأطباء بعد الفحص والتدقيق بأنه مرض نادر جدا يطلق عليه داء الطوبزة، وهو مرض عضال يصيب الأشخاص الذين يدعون المقاومة والممانعة وهم غير قادرين على حماية نسائهم من الاستباحة. وقد رجح الأطباء أن هذا المرض قد يأتي بالوراثة، ومن الصعب جدا الشفاء منه، والحل الوحيد له هو التعايش معه وأن يبقى الشخص مطوبزا حتى ما لا نهاية.